الآن هذا الموضوع ديال الدعم الاجتماعي، باش نبدا بالسؤال ديالك. الدعم الاجتماعي هو واحد المنظومة اللي حطتها بلادنا، وضعت لها قوانين، وهو وضعت لها واحد المجموعة ديال المساطير، ورصدت لها إمكانيات مالية. دابا أنا السؤال اللي بغيت نطرح هو واش الحكومة منين كتقدم واحد الرقم ديال 9.5 مليار درهم من أجل أداء اشتراكات المواطنين الموجودون في نظام آمو تضامن، هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. مني كتاخذ الحكومة 25 مليار درهم لدعم الأسر الفقيرة، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. جميع الأرقام بما فيها احنا على مشارف أيام قليلة غادي نناقشوا قانون المالية إن شاء الله في البرلمان. هذه الأرقام كلها تصرف، وفي نهاية السنة غادي نكملوا 25 مليار اللي تكلمنا عليها. هل الحكومة هاد ال 35 مليار ملي كنجمع 9.5 و 25 مليار اللي هي 34.5 مليار درهم، هل تقدمها إلى هؤلاء المحتاجين؟ نعم تقدمها لهؤلاء المحتاجين، بمعنى أن المجهود الحكومي كاين. ولكن السياسة العمومية ديال الدعم الاجتماعي شنو فيها؟ فيها اللي ما عندوش، اللي كان كيعيش ظروف اجتماعية وعنده مؤشر ديال 9.34 يستفد من التغطية الصحية ديال آمو تضامن، ويستفد من الدعم الاجتماعي اللي هو المؤشر ديالو 9.74 درهم. لكن اللي المؤشر ديالو أكثر من 9.34 ياخذ الدعم، وكل خانة توضع لها كيفاش أنها تقدر تساهم واحد المساهمة باش هي تستفد من التغطية الصحية. دابا هادو اللي 9.5 مليار درهم راه 11 تقريبا 10 المليون ديال المواطنين المغاربة من أصل واحد 35 مليون مواطن مغربي. هذا رقم كبير ومهم. دابا حنا الآن كنتكلموا بأرقام ثابتة وموثقة. هذا ما عندوش كتأدي عليه الحكومة الانخراط وكيستفد من الدعم إلا كان محتاج للدعم، وطبعا راه محتاج ليه. وهذا ما عندوش الاستفادة نظرا لأنه ماشينش المؤشر ديالو أكثر شوية، ولكن كياخذ دعم اجتماعي مباشر. ما كنظنش كاينه شي بلاد في هذه القارة اللي كنعيشوا فيها كدير هذا الشيء هذا. صحيح أنه بتوجيهات من جلالة الملك، لكن هذه الحكومة نجحت في تطبيق هذا. جينا للدخول المدرسي، وغنجاوب نستغل الفرصة باش نجاوب على السؤال ديال السي الحجري. الدخول المدرسي مرة أخرى في نهاية هذا الشهر شتنبر غادي نوصلوا لحوالي 3 المليون طفل غادي يستافدوا من داك 200 أو 300 درهم حسب المستوى، واش في الابتدائي ولا في الإعدادي ولا في الثانوي. هذه أيضا مبالغ مالية مهمة الحكومة عبأتها لفائدة هؤلاء الأطفال. ولكن واش الحكومة عملت غير هذا الشيء ولا بقات مستمرة في الدعم ديال صندوق المقاصة، بقات مستمرة في دعم القطاع ديال الصحة وديال التعليم، بقات مستمرة في خلق بدائل جديدة لدعم السكن، بقات مستمرة في الحفاظ على الاستثمار العمومي؟ يجب أن نستحضر هذه الأرقام كلها. ماشينش هذه أرقام كبيرة جدا في إطار هذه الإمكانيات المتوفرة عند بلادنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.